السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. يا أهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو اللي بدنا نشوف فيه تألق لاعبينا السوريين بالساعات الأخيرة. بدنا نشوف بهذا الفيديو هدف وأسيست بابلو صباغ، وأيضا بدنا نشوف هدف محمود المواس مع ناديه الشرطة. وبالبداية وقبل ما ندخل بالفيديو لا تنسى لايكك الجميل واشتراكك الحلو، خاصة بهذا النوع من الفيديوهات لأنها معرضة للحظر، أهداف وأسيستات وكذا، فمعرضة جدا للحظر. لذلك لا تنسى دعمنا بلايك لهذا الفيديو واشتراك بالقناة أيضا مشان دائما تصلك أهداف وملخصات لاعبينا السوريين ومنتخباتنا الوطنية بكل فئاتها وأقسامها وألوانها. حاليا خلونا نشوف هدف وأسيست بابلو صباغ، ونشوف حاليا ما شاء الله أمامكم هدف. كان أول شيء كان الأسيست ولا أروع من بابلو صباغ عن طريق 1-2، بعدين بابلو صباغ سجل هدف ولا أحلى مع ناديه الكوري الجنوبي سون. المباراة اللي انتهت 3-2 لصالح النادي الخصم، يعني خسر فيها بابلو صباغ، ولكن بابلو صباغ بالبداية سجل هدفين لصالح ناديه سون، وكانت النتيجة 2-0، ولكن نادي الخصم عمل ريمونتادا. ولكن بابلو صباغ لما خرج كتبديل عند الدقيقة 67 كانت النتيجة 2-1 لصالح نادي بابلو، يعني بابلو ما تركهم إلا وهم منتصرين. باقي اللاعبين هم اللي جابوا الخسارة. ونروح حاليا لتألق محمود المواس ونشوف هدفه اللي كان ولا أجمل عن طريق ركلة حرة مباشرة أسكنها محمود المواس في شباك نادي النفط. المباراة اللي انتهت 4-0. كالعادة لاعبين السوريين يتألقون، لاعبين السوريين ينثرون سحرهم بأي دوري يلعبونه. وبس والله هذا كان فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.